أحزاب تلبس لباس السنة ويتعاطفون مع من يطعن بحملتها. قال الإمام البربهاري رحمه الله: واعلم أنه من تناول أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه إنما أراد محمدا صلى الله عليه وسلم وقد آذاه في قبره. قال الشيخ ربيع معلقا: يبين المؤلف مكر من يطعن في أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبين هدفه، فالذي يطعن في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو بعضهم فإنه إنما يقصد الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي القرآن والسنة، وهذا واضح في الروافض أخزاهم الله، إلى أن قال رحمه الله: ومن أغرب الأمور وأعجبها أنك تجد بعض الأحزاب التي تلبس لباس السنة يتعاطفون مع الروافض ويحترمونهم ولا يبينون للناس خطرهم وخبث عقائدهم ومناهجهم وتكفيرهم للصحابة وللأمة، ويقولون إن أصولنا وأصولهم واحدة، فأي غش للإسلام والمسلمين يرتكبونه. انتهى كلامه رحمه الله. فرحم الله علماء السنة ما أبصرهم بالحق.